بما إننا دايما بنتكلم عن الغذاء والتغذية، ونتكلم عن التغذية الصحيحة والسليمة ونشر الوعي الغذائي بين الناس، فالنهاردة هنتكلم وهنعمل صنف البتنجان اللي الناس كلها بتعشقه وبتحبه. والمعروف عن البتنجان إن هو بيمتص كمية كبيرة جدا من الزيت. النهاردة بقى هنعمله من غير ولا نقطة زيت، بطريقة سهلة جدا وصحية جدا، وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت خالص ولا مجهود. والأهم طعمها خطير جدا جدا، بجد تحفة هتعشقوها. عشاق البتنجان كلهم يتجمعوا هنا، وحطوا لايك واشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني. أنا أميرة أخصائية تغذية، ويلا بينا على بركة الله نبدأ الفيديو. في البداية كده بنجيب البتنجان العروس اللي احنا شايفينه ده، الحجم اللي انتوا شايفينه ده، وبنمسكه كده وبنشيل القمع بتاعه بالطريقة دي كده. كمية البتنجان زي ما تحبي، مفيش كمية معينة. خلاص بعد ما شلتهم كده هغسل البتنجان كويس جدا جدا ونرجع مع بعض تاني. معايا هنا بقى هريسة الفلفل او دقة الفلفل الخطيرة اللي انا ما بستغناش عنها في اي وصفة من وصفاتي. بجد يا جماعة تحفة، اعتمدوها، ما بتخلصش عندي فعلا من المطبخ، على طول موجودة عندي في المطبخ. بستخدمها في جميع الأكلات، تتبيلات، سمك، بتنجان، طبق فول كده بالدقة، كمان على الخضار أو الطبيخ اللي أنا بطبخه تحفة جدا. وكمان في تتبيلات الفراخ ملهاش حل، طعمها فوق الروعة، بجد خطيرة. لازم تبقى موجودة عندك، الطريقة هسيبها لك في صندوق الوصف، لازم تشوفيها واعمليها وخليها عندك. حتى لو عندك فلفل في التلاجة خلاص قرب ان هو يبوظ، او فلفل حار ما انتيش قادرة تستخدميه عندك في المطبخ لانه حراق قوي قوي، ما تقدريش تستخدميه في الاكلات، فاعمليه بالطريقة دي تحفة جدا. خلاص كده. طيب هنجيب بقى الصينية بتاعتنا دلوقتي كده، اللي احنا هنعمل فيها البتنجان بتاعنا. ايوه احنا هنعمله في الصينية. بصوا كده، انا حطيت بصوا رشة صغيرة جدا من الزيت ومسحتهم بالفرشة، عبارة بس عن مسحة كده، لان الصينية عندي ألمونيوم علشان طبعا البتنجان ما يلزقش فيها. وهجيب طماطمايه، همسك الطماطمايه وهقطعها زي ما انتوا شايفين كده حلقات رفيعة. الطماطمية دي بقى هنا بيبقى طعمها حلو جدا، بتبقى شبه المشوية كده، وتبقى طعمها خطير. انا هنا طبعا الولاد عندي بيحبوا الطماطم دي، فجبت كمان طماطمايه وقطعتها. قلنا الطماطمايه بيكون الطعم بتاعها حلو، وكمان ليها فايدة تانية مهمة جدا، ان هي بتحمي البتنجان ان هو يتحروق معاكي. حتى لو الصينية اتلسعت منك او اتحرقت منك شوية، مش هيأثر على البتنجان خالص. خلاص كده حطيت الطماطمايه زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اجيب البتنجان بتاعي. البتنجان طبعا انا غسلاه كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين كده اهو، وحطاه في مصفى عندي كده يتصفى. بفتح البتنجان او بشق البتنجان كده من جانب واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اهم حاجة مش بوصله للاخر. خلاص هعمل بقى هعمل بقى فتحة في البتنجان كله زي ما احنا شايفين كده. البتنجانية الطويلة تقدري ان انت تقسميها نصين. هفتح البتنجان كله وارجع معاكم تاني. وادي كده البتنجان بعد ما احنا خلاص فتحناه كله، هجيب بقى لقة الفلفل اللي انا ما بستغناش عنها، وهبدأ ان انا اخدها واحشي بيها البتنجان. دقة الفلفل دي فيها كل حاجة، فيها خل وفيها ليمون وفيها كمون وفيها بهارات وفيها زيت وفيها كل حاجة تتخيليها موجودة في الدقة دي. طبعا الزيت مش فيها زيت كمية كبيرة، لا زيت بس للحفظ، يعني الزيت فيها يكاد لا يذكر. هبدأ بقى احشي البتنجان بتاعي كله، وهبدأ ان انا ارصه في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. بصوا سهلة جدا وما بتاخدش وقت، والاهم انها صحية جدا جدا، وطعمها ما تفرقهوش عن البتنجان اللي انتي قلياه في الزيت. بصوا بقى شكلها تحفة ازاي، حلوة قوي قوي كده. خلاص حشيت البتنجان كله معايا وبقت جاهزة معايا. انا بقى جبت كده قرن فلفل، ده تقدري ان انت تحطيه وتقدري ان انت تستغني عنه، بس طبعا بيدي شكل حلو قوي قوي قوي. هبدأ ان انا اقطع كده الفلفل حلقات، فلفل بارد على فلفل سبايسي. وكمان جبت كده معلقة صغيرة مليانة من الملح ووزعتها على البتنجان، لان احنا عارفين البتنجان مفيش ملح. وهبدأ بقى ان انا احط كمان كده رشة من الكمون ورشة من الفلفل الاسمر وكمان رشة من الكزبرة. بصوا بقى يعني التوابل دي كده كفايه. طبعا الدقه بتاعتي زي ما قلت لكم فيها كل انواع البهارات اللي تتخيلوها. وخلاص كده الصينيه بتاعتي بقت جاهزه معايا، شايفين تحفه جدا جدا. هدخلها عند الفرن وممكن كمان على عين البوتاجاز،
ونرجع نشوفها تاني. وادي الصينيه هي تحفه. عايزه اقول لكم ان انا عملتها على عين البوتاجاز من فوق، وبعد كده حطيتها تحت الشوايه اخدت لون. عايزه اقول لكم خطيره جدا جدا جدا. تعالوا بينا نسمي الله كده ونطلعها في الطبق ونشوف ايه الاخبار. البتنجان معانا شكله عامل ازاي، وهل قوامه كده زي المسلوق ولا زي المحمر كده او المقلي في الزيت؟ تعالوا بينا نشوف ونقول بكل صراحة. اولا بصوا البتنجان دايب دوب زبدة ازاي، تحفة بجد اهو. شايفين كده؟ تحفة تحفة تحفة. لو مسلوق ولا حاجة بصوا دايب وشكله خطير وطعمه ولا اروع من كده. تحفة بجد يعني جميل جدا. والطماطم تحته كأنها طماطم كده مشوية، طعمها حلو قوي. لازم الكل يجربها وتيجي تقولوا لي رأيكم فيها في ايه في الكومنتات. صحية جدا جدا وكمان من غير زيوت، والاهم كمان انها موفرة جدا وما بتاخدش اي وقت ولا مجهود، والاهم طبعا ان طعمها خطير جدا. حطوا لايك كده وقولوا لي رأيكم فيها ايه في الكومنتات، واللي طبعا بيجربها او بيعملها على طول يقول لنا كده رأيه فيها ايه في الكومنتات علشان يشجع غيره ان هو يعملها ويخش عليها بقلب جامد كده. قولوا لنا كده الناس اللي جربتها رأيكم فيها ايه. دمتم في حفظ الله والسلام عليكم.